كشفت تقارير من فرنسا أن تجاهل وسائل إعلام جزائرية للنتائج التي يحققها المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 التي تجرى حاليا بقطر مصدره الجنرالات الذين وجهوا تعليمات صارمة لتلك المنابر من أجل تفادي الإشارة إلى أي معطى قد يحسب على أنه نقطة لصالح المغرب، على اعتبار أن الأمر يتعلق بعدو لدولة الجزائر. وقال تقرير لموقع موجود مقره في فرنسا إن تعليمات صارمة صدرت لوسائل إعلام الجزائر والعامة والخاصة بعدم نشر أي محتوى إيجابي يتعلق بأداء المنتخب المغربي خلال مشاركته في المونديال، وهي التعليمات التي أبلغت بها تلك المنابر عبر ديوان رئاسة الجزائر، وأكدتها مصادر من داخل الجزائر مبرزا أن جميع المنابر توصلت بها. وحسب المصدر نفسه فإن وكالة أنباء الجزائر والتلفزيون الرسمي بمختلف قنواته توصل بتلك التعليمات التي شددت على تجاهل أي أداء مغربي جيد في تظاهرة كأس العالم في قطر، مع فرض الرقابة على أي مضامين يمكن تفسيرها على أنها نقطة لصالح البلد الذي يصنف رسميا عدوا لدولة الجزائر ومصدر تهديد لأمنها القومي حسب رأي الجنرالات. وجرى إعداد خطة اتصال ضد المغرب من طرف 3 مستشارين في رئاسة الجزائر والمعروفين بعدائهم الشديد للمغرب، وهم أحد العقول المدبرة لعقيدة النظام الجزائري المعادية للمغرب، والذي يستمر نهجهم واضحا من خلال الإعلام. وكان التلفزيون الجزائري قد فاجأ متابعيه يوم الأحد الماضي حين تغاضى عن الحديث عن انتصار المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي ب2-0 في ثاني جولات المجموعة السادسة، على الرغم من أن الأمر كان يتعلق بأكبر نتيجة مفاجئة في 8 أيام المونديال، في حين تطرق لنتائج وتوقيت باقي مباريات اليوم بما فيها مباراة كرواتيا وكندا، المنتخبان المنتميان لمجموعة المغرب وبلجيكا. وأثار هذا الأمر سخرية عدة منابر، حيث أوردت شبكة رأي في إيطاليا يبدو أن الذي لم يلاحظ هذا الانتصار هو التلفزيون الجزائري، فخلال عرضه للنتائج أغفل تماما وجود مباراة المغرب. والدليل أن الفيديو يظهر نتيجة كرواتيا التي جرى عرضها فيما بعد، وأشارت الشبكة إلى أن للأمر دافع سياسي مرتبط بالنظام الجزائري، حيث قالت من الواضح أن التوترات بين الجزائر والمغرب لا تستثني حتى نتائج الرياضة.